اليوتيوب بقى بيتغير بشكل واضح جدًا من بعد 2023. ده أول فيديو من سلسلة جديدة اسمها بدون لف ودوران، واللي هنناقش فيها مواضيع بشكل صريح ومن غير أي مجاملات. الفيديوهات هيكون فيها مونتاج بسيط بس التركيز هيكون على المضمون، وإن شاء الله كل أسبوع فيديو جديد من السلسلة دي. في الفترة الأخيرة محتوى الجيمنج بقى من أكثر أنواع المحتوى انتشارًا، وده طبيعي جدًا لأنه مجال ضخم، لكن المميز إن الجيمنج مش مجرد محتوى عام، هو بينقسم لتصنيفات مختلفة ألعاب زي فورتنايت وبابجي أو ألعاب تفاعلية زي روبلوكس. خلينا نركز على روبلوكس شوية لأنها حالة خاصة. روبلوكس مش مجرد لعبة، هي منصة ضخمة بتخليك اللي انت تصمم ألعاب جواها. الفكرة شبيهة بالمابات اللي بنشوفها في فورتنايت. واحدة من أشهر المابات دي هي بلوكس فروت، واللي فكرتها مستوحاة من انمي ون بيس. مثلا لو جينا نسأل كم فيديو ممكن تحتاج تنزله عشان توصل ل1000 مشترك، الإجابة ممكن تكون حوالي 40 فيديو أو أكتر. البداية دي صعبة لأنها بتعتمد على إنك تثبت نفسك في مجال مليان بالمنافسة، لكن لو قدرت تبني جمهور مهتم بمحتوى ثابت قناتك هتكون أقوى وأكثر استقرارا على المدى الطويل. في المقابل في طريقة تانية للشهرة السريعة، وهي إنك تركب على أي ترند موجود. مثال على ده مشاكل بين يوتيوبرز كبار أو أحداث زي ظهور جديد للعبة بلوكس فروت. الطريقة دي ممكن تخليك تحقق آلاف المشاهدات بسرعة، لكن المشكلة الكبيرة هي إن جمهورك هيبقى مهتم بالترند نفسه مش بالقناة. يعني بمجرد انتهاء الترند قناتك هتواجه مشكلة في الاستمرارية. خلينا أديك مثال، لو عملت فيديو عن المشكلة بين بندريتا ومستر فيفا واستخدمت مونتاج بسيط وكليك بيت جذاب، ممكن الفيديو يجيب أكتر من 20,000 مشاهدة بسهولة. بس بعد ما الترند ينتهي جمهورك مش هيهتم بمحتوى تاني، لأنهم جايين علشان الترند بس مش أكتر. في قنوات معروفة زي ارت كيو اللي كل محتواها عن بلوكس فروت. القناة دي عندها مشاهدات كبيرة، لكن لو اللعبة وقفت فجأة القناة هتتعرض لأزمة. ليه؟ لأن كل ارتكازها على لعبة واحدة. الثامبنيلز جذابة لكن المحتوى بسيط جدا والمونتاج مش الأفضل، وفي النهاية الجمهور بيتابع عشان اللعبة مش صاحب القناة. نوع تاني من المحتوى اللي انتشر الفترة الأخيرة هو محتوى الهاكات والسكريبتات. القنوات اللي بتقدم النوع ده غالبا بتشجع المتابعين على تحميل ملفات مجهولة المصدر عشان يحصلوا على مميزات غير قانونية في الألعاب. النتيجة جمهورهم بيكبر بسرعة لكن على حساب الأمان والمصداقية. مش كل القنوات زي الأمثلة اللي فاتت، في قنوات زي سلو ودي مثال رائع على تنويع الجودة. القناة دي بتقدم محتوى محترم فيه مونتاج قوي وأفكار متنوعة بتجذب الجمهور بشكل مستمر. التنويع ده هو السبب في نجاحها واستمراريتها. لو انت صانع محتوى لازم تفكر في بناء جمهور مستدام. ركز على انك تقدم محتوى ذو قيمة بدل ما تعتمد على الترندات او الالعاب المؤقتة. وكمان استثمر في تطوير قناتك سواء بتعيين اديتورز او مصممين ثامبنيلز. الاستثمار في الجودة هيعود عليك بارباح اكتر بكتير على المدى البعيد. اما لو انت متابع اختار المحتوى اللي بيساعدك تتعلم او تستفيد منه، مش كل فيديو مضحك او ترند يستاهل وقت. فكر في اللي بيضيف ليك فعلا لان ده هيأثر على طريقة تفكيرك وحياتك. وفي النهاية رسالتي واضحة، اليوتيوبرز غيروا المحتوى لو حسيتوا انه مش هيكمل، حتى لو التغيير هيكلفك مشاهدات. المستقبل افضل مع التطوير، وللمتابعين ركزوا على القيمة مش الترفيه العشوائي. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.